القصة بتبدأ مع اليهود لما كانوا بيروحوا للرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة وبيقعدوا يسألوه على حاجات في الديانة بتاعتهم، وفي مرة جم وسألوه عن السحر فرد عليهم بالآية اللي بتقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. في ساعتها اليهود بقى ردوا وقالوا باستهزاء ده بيقول عن ابن داود ان هو كان نبي، قصدهم يعني على سيدنا سليمان، والله كان ساحرا. يعني اليهود شايفين ان سيدنا سليمان ما كانش نبي، ده كان كافر وكان ساحر، وقدرته على تسخير الرياح وتسخير الجن وكلامه مع الحيوانات ده كان كله مجرد سحر وشعوذه، مش معجزه ولا حاجه من عند ربنا. لكن ايه بقى اللي خلى اليهود يقولوا الكلام ده؟ سيدنا سليمان كان واحد من ملوك الارض الاربعه، وكان كمان من اعظمهم، والملك والمعجزات اللي ربنا اداها له مفيش حد قبليه كان بيمتلكها، ولا في حد هيجي عنده نفس المعجزات. وفي احد الاوقات اثناء حكمه بدا ينتشر بين الناس السحر، والموضوع وصل لمرحله ان المجتمعات بقت غرقانه في الدجل. فقرر بخطه ذكيه جدا وطلب من جنوده ان هم يجمعوا كل كتب السحر الموجوده وجابوها وحطوها قدامه، وهو امر انها تتحط تحت العرش بتاعه، وده لان العرش بتاعه كان محمي، لو في اي جن بس فكر ان هو يبص له كان بيتحرق.